لو حسيت في يوم إنك مضطر تكون سعيد طول الوقت، لو حسيت بضغط من اللي حواليك أو من السوشيال ميديا علشان تخبي زعلك وتظهر بس الجانب المشرق منك، لو حسيت بالذنب لمجرد إنك مش مبسوط، يبقى الفيديو ده ليك. دايما بفكر ليه فيلم كرتون المفروض إنه معمول للأطفال يخلي ملايين الكبار حوالين العالم يتأثروا ويقعدوا يفكروا؟ ليه تحفة بيكسار الفنية دي اللي المفروض إنها بتسلينا بالألوان والشخصيات المضحكة سابت فينا أثر أعمق بكتير من أي فيلم دراما واقعي؟ إيه اللي يخلي شركة معروفة بصناعة الفرحة والضحك تعمل فيلم كامل وعميق علشان تقنعنا إن الحزن أهم بكتير من اللي إحنا فاكرينه، وإن قيمته لحياتنا ممكن تكون أكبر من قيمة الفرح نفسها؟ فيلم انسايد اوت ممكن يكون خدعنا كلنا في الأول، خلانا نفتكر إن الفيلم عن الطفلة رايلي ومشاعرها الخمسة اللي عايشين جوه دماغها. لكن الحقيقة الأعمق، الرسالة اللي الفيلم بيحاول يقولها لنا بالراحة، هي إن المشكلة مش في وجود الحزن. المشكلة بتبدأ لما بنحاول نلغيه، لما بنكبته ونخبيه ورا ابتسامة مزيفة. أهلا بيكم. النهاردة إحنا مش مجرد هنلخص فيلم انسايد اوت، إحنا هنغوص في أعماق عقل رايلي ونستخدم رحلتها كخريطة علشان نفهم نفسنا. هنحاول نفهم ليه إحنا كبشر في ثقافتنا الحديثة بنخاف من الحزن ونهرب منه، وليه بنعتبره ضعف، والأهم إزاي يكون الحزن هو السر الحقيقي للنضج والمفتاح اللي بيفتح أبواب أعمق أنواع السعادة والتواصل الإنساني. خلونا نبدأ من الأول خالص، من لحظة ولادة رايلي وولادة أول شعور جواها. مع أول لقطة في الفيلم، المخرج بيت دكتور بيورينا حدثين في نفس اللحظة: ولادة طفلة اسمها رايلي، وجوه عقلها ولادة أول شعور ليها، الفرح أو جوي. فرح بتكون شخصية منورة لونها ذهبي مليانة طاقة، والثواني العالم كله كان عبارة عن فرحة صافية، لحد ما رايلي بتعيط. وهنا بيظهر تاني شعور، الحزن، sadness. ومع نمو رايلي بيظهر باقي الفريق: الخوف fear، الاشمئزاز disgust، والغضب anger. الخمسة دول عايشين في المقر الرئيسي، مركز التحكم في عقل رايلي. من خلال لوحة تحكم عملاقة هم اللي بيوجهوا ردود أفعالها، بيصنعوا ذكرياتها على شكل كور زجاجية ملونة، كل شعور ليه لونه الخاص. وهنا لازم نسأل، ليه 5 مشاعر بس؟ وليه دول بالذات؟ صناع الفيلم هنا استندوا على نظريات علمية مهمة، زي أبحاث عالم النفس بول إيكمان اللي قضى حياته يدرس المشاعر الإنسانية، واقترح وجود عدد من المشاعر الأساسية العالمية اللي تقريبا موجودة عند كل البشر في كل الثقافات. الفيلم اختار 5 من المشاعر دي علشان يبسط القصة ويركز عليها. الفكرة العبقرية إن كل شعور ليه وظيفة تطويرية مهمة علشان يحمينا. الخوف بيحمينا من الخطر، الاشمئزاز بيحمينا من التسمم سواء أكل بايظ أو حتى أفكار سامة، الغضب بيحمي حدودنا، بيساعدنا نقول لأ للظلم، والفرحة بتكافئنا، بتقول لنا ده شيء كويس كرره تاني. بس إيه وظيفة الحزن؟ من أول لحظة في الفيلم، فرح بتتعامل مع حزن على إنها مشكلة لازم نسيطر عليها، بتحبسها جوه دايرة من الطباشير على الأرض وتقول لها بوضوح: مهمتك إن الحزن يفضل جوه الدايرة دي. ليه فرح بتعمل كده؟ وليه هي القائدة؟ ببساطة لأن فرح هنا مش مجرد تمثيل للسعادة الحقيقية، هي بتمثل هوس ثقافتنا الحديثة بالإيجابية المفرطة، فكرة الإيجابية السامة أو toxic positivity، الفكرة اللي بتقول إنك لازم تكون سعيد ومبتسم طول الوقت، وإن أي شعور تاني هو علامة ضعف. فرح شايفة إن وظيفتها الوحيدة هي إنها تخلي رايلي سعيدة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. أي ذكرى بتتكون لازم تكون صفرة، أي ذكرى زرقاء يعني حزينة هي ذكرى فاشلة. النظام اللي فرح بنته هو ديكتاتورية السعادة، وفي الظاهر كل شيء مثالي. رايلي طفلة سعيدة وعندها ذكريات أساسية كلها ذهبية. الذكريات دي بنت جذر الشخصية بتاعتها: جزيرة العائلة، الصداقة، الهوكي، الصدق والمرح. عالم مثالي طبعا من وجهة نظرها، لكن أي نظام مبني على كبت جزء أصيل من الحقيقة هو نظام هش ومعرض للانهيار مع أول تجربة حقيقية. ودلوقتي جه ميعاد التجربة دي. العاصفة بتيجي في شكل قرار بسيط: عائلة رايلي هتنقل من بيتها في مينيسوتا لمدينة جديدة تماما، سان فرانسيسكو. بالنسبة للوالدين دي فرصة جديدة، لكن بالنسبة لعقل طفلة عمرها 11 سنة ده مش مجرد انتقال، ده زلزال.
الانتقال لمكان جديد بيعتبر من مسببات الضغط النفسي الكبيرة خصوصا للأطفال، لأنه بيجمع أنواع كتير من الخسارة في وقت واحد. رايلي خسرت بيتها، أوضتها، أصحابها، فريق الهوكي، وكل حاجة متعودة عليها. وإيه هو الشعور اللي النمو خلقه فينا علشان نتعامل مع الخسارة؟ بالظبط يا صديقي، الحزن. حسب داكر كلينتر عالم النفس اللي كان المستشار العلمي للفيلم، واحدة من أهم وظائف الحزن هي إنها تبطئنا، تخلينا نفكر في اللي خسرناه، والأهم إنها تبعت إشارة للناس اللي نهمهم إننا محتاجين دعم. لما بنكون حزانة تعبير وشنا بتتغير، وده بيحفز التعاطف عند اللي حوالينا. حزن في الفيلم فاهمة ده بغريزتها. أول ما رايلي بتشوف البيت الجديد المخيب للأمال والبيتزا اللي عليها بروكلي اللي طبعا بتكرهه كره العمى، حزن بتحس بدافع من جواها إنها تلمس الذكريات الجديدة وتلونها باللون الأزرق. هي مش بتحاول تخرب، هي بتحاول تعمل شغلها. بتحاول تقول يا جماعة احنا بنمر بوقت صعب، محتاجين نعترف بده. لكن فرح بتشوف ده تدمير، بتدخل في حالة ذعر، بتمنع حزن من لمس أي حاجة. فرح مصممة إن الانتقال ده لازم يكون مغامرة سعيدة، بتجبر رايلي على الابتسام وعلى تكرار جمل إيجابية زي دي حاجة كويسة. عمرك فكرت في الفيلم ده بالطريقة دي؟ الفرح هو الشخصية الشريرة في قصتنا. هنا الفيلم بيورينا جوهر الإيجابية السامة في حياتنا، زي لما صاحبك يمر بأزمة وتقول له بص للجانب المشرق، لما حد يكون موجوع وتقول له فكك الحياة حلوة. احنا بنعمل زي فرح بالظبط، بنحاول ندهن الموقف باللون الأصفر من غير ما ندي فرصة للون الأزرق إنه ياخد مساحته ويقوم بوظيفته. لكن كبت الحزن مش بيلغيه، بالعكس هو بيخليه يتراكم تحت السطح زي بركان مستني لحظة الانفجار. المشهد ده هو نقطة التحول في الفيلم. المدرسة بتطلب من رايلي تعرف نفسها لزمايلها. فرح بتشوف إن دي فرصة ذهبية علشان تصنع ذكرى سعيدة جديدة. بتشغل من لوحة التحكم ذكرى قديمة لرايلي وهي بتلعب هوكي في مينيسوتا. الخطة كانت إن رايلي تحكي وهي مبتسمة والكل يحبها، لكن بيحصل شيء غير متوقع. حزن بتلاقي نفسها بتنجذب للذكرى السعيدة وبتلمسها، وفي لحظة الكرة الصفراء بيبدأ يظهر فيها اللون الأزرق على شاشة العقل. نفس الذكرى السعيدة بتتعرض بمعنى مختلف تماما. بدل ما رايلي تتكلم عن حبها للهوكي، بتبدأ تتكلم عن قد إيه هي بتفتقد أصحابها القدام. وفجأة رايلي بتنهار وبتبدأ تعيط قدام الفصل كله. في اللحظة دي بتتكون لأول مرة كرة ذكرى أساسية، كور ميموري، لونها أزرق حزين. اللي حصل هنا هو مفهوم بنسميه الحنين إلى الماضي أو النوستالجيا، شعور مركب حلو ومر في نفس الوقت. الذكرى نفسها سعيدة، لكن تذكرها في الحاضر بيأكد إنها أصبحت ماضي. حزن ما عملتش حاجة وحشة، هي بس كشفت عن العمق الكامل للذكرى دي. هي قالت أيوة الذكرى دي كانت سعيدة، وعشان كده خسارتها دلوقتي مؤلمة. واحد من أعظم الأدباء على مر العصور ومن الكاتبية المفضلين هو الكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي. في رواية الفقراء اللي بالمناسبة كانت أول رواية يكتبها، قال الاقتباس ده وهو بيتكلم عن الذكريات: إنني حتى هذه الساعة أشعر بالسعادة والحزن كليهما حين أتذكر ذلك الأوان، والذكريات حزينة دائما، سواء أكانت فرحة أم كانت مرة، ذلك شأني أنا. على كل حال، غير أن الحزن عذب كذلك، ففي الساعات التي ينوء فيها القلب بعبء الشقاء، وحين تستبد كآبة ثقيلة بالنفس التي صارت من المحن في ظلام، تأتي الذكريات فتنعش النفس وتحييها. مثلها كمثل تلك القطرات من الندى التي تضعها رطوبة المساء على الأزهار بعد نهار خانق، فتبعث الحياة في هذه الأوراق الحزينة التي كادت تصوحها أشعة الشمس المحرقة. هنا عبقرية الأدب الحقيقي. دوستويفسكي قال كل اللي قلناه بالضبط من نظريات قبل حتى من نظريات تتعمل. نرجع تاني لأحداث الفيلم. فرح طبعا بتشوف الكرة الزرقاء دي كارثة. في نظرها الذكريات الأساسية لازم تكون صفرة، وفي وسط الفوضى دي بيحصل عطل كارثي. الأنبوب اللي بيشفط الذكريات بيشفط فرح وحزن والذكريات الأساسية كلها، وبيلاقوا نفسهم بعيد جدا عن المقر الرئيسي في متاهة الذاكرة طويلة المدى. والنتيجة عقل رايلي دلوقتي مفهوش لا فرح ولا حزن، اللي باقي بس عند لوحة التحكم هو الغضب، الخوف والاشمئزاز. ومن اللحظة دي حياة رايلي بتبدأ في الانهيار الحقيقي.
رحلة فرح وحزن في متاهة الذاكرة طويلة المدى هي واحدة من أروع الاستعارات البصرية عن اللي بيحصل جوانا لما بنفقد الاتصال بمشاعرنا الأساسية. فرح هدفها الوحيد هو إنها ترجع للمقر الرئيسي علشان ترجع رايلي سعيدة تاني. هي لسه شايفة حزن على إنها عبء ومصدر المشكلة. في الوقت نفسه في العالم الخارجي رايلي بتتغير، من غير فرح اللي بتدفعها للتفاؤل ومن غير حزن اللي بتسمح لها تطلب دعم. رايلي أصبحت محكومة بردود أفعال متطرفة، بقت ترد بغضب على أهلها، بإشمئزاز على أصحابها، والأثر العميق بيظهر في جزر الشخصية بتاعتها اللي بتبدأ تتشرخ وتنهار واحدة ورا التانية. جزيرة المرح، جزيرة الصداقة، جزيرة الهوكي، كلها بتتهد. وده تصوير دقيق لحالة فقدان الذات لما بنخسر الاتصال بجوهر مشاعرنا. الحاجات اللي كانت بتقول لنا إحنا مين بتبدأ تختفي. في وسط الرحلة دي بيظهر بينج بونج، الصديق الخيالي بتاع رايلي من طفولتها. هو كان غريب، مصنوع من غزل البنات وجسمه جسم فيل، ولما بيعيط بيطلع حلويات. بينج بونج هو تجسيد للطفولة المفقودة. لما بيقابلهم بينج بونج بيكون زعلان. فرح فوراً بتحاول تستخدم أساليبها القديمة، بتعمل حركات مضحكة، بتزغزغه، بتحاول تشتت انتباهه، وطبعاً كل محاولاتها بتفشل. هي بتكلم السطح مش العمق. لكن بعد شوية هيحصل موقف هيكشف لفرح ولينا كلنا عن القوة الحقيقية والخفية للحزن. بينج بونج كان بيحتفظ بعربية صاروخ كان بيركبها هو ورايلي، وفي وسط الفوضى عربية الصاروخ دي بتقع في هوية النسيان، المكان اللي الذكريات بتروح فيه علشان تختفي للأبد. لما بينج بونج بيشوف الصاروخ بتاعه بيختفي بينهار، بيقعد على الأرض ويعيط بحرقة. فرح بتقرب منه وبتقول له يلا نعمل وش بيضحك، بتحاول تسحبه وتلهيه، لكن طبعا مفيش استجابة. حزنه أعمق من كده. وهنا بيحصل المشهد اللي بيعتبر قلب الفيلم. حزن بتقرب من بينج بونج بهدوء، مش بتقول له ما تزعلش، هي ببساطة بتقعد جنبه على الأرض، بتحط إيديها على كتفه، بتقول له جملة واحدة بسيطة: أنا آسفة إنهم خدوا الصاروخ بتاعك، أكيد كنت بتحبه قوي. بينج بونج بيبص لها وبيقول: الوقود بتاع الصاروخ ده كان الأغاني بتاعتنا. حزن بترد بهدوء: أيوة ده حزين قوي. وبعدين بينج بونج بيحكي لها عن كل حاجة. حزن بتفضل تسمع، بتشاركه حزنه. الفيلم هنا بيورينا الفرق ما بين التعاطف والشفقة بطريقة عبقرية. الشفقة زي ما فرح حاولت تعمل هي إنك تشوف حد في ورطة وتحاول تصالحه من بعيد، أما التعاطف اللي حزن عملته هو إنك تقعد معاه في ورطته وتقول له أنا هنا معاك. التعاطف مش هيحل المشكلة، لكنه بيوصل رسالة أقوى بكتير: أنت مش لوحدك. بعد ما بينج بونج بيعيط ويطلع كل اللي جواه، بيقوم يمسح دموعه ويقول أنا كويس دلوقتي، يلا بينا. فرح واقفة مذهولة بتسأل حزن: هو أنت عملت كده إزاي؟ حزن بترد ببساطة: هو كان زعلان فسمعته. اللحظة دي هي أول مرة فرح بتبدأ تشوف فيها القيمة الحقيقية للحزن. يمكن السعادة مش هي الحل لكل حاجة، يمكن أحيانا الحل هو إننا نسمح للحزن ياخد مجراه. في محاولة أخيرة يائسة للرجوع، فرح وبينج بونج بيركبوا قطر الأفكار، لكنه للأسف بيقع بيهم في هوية النسيان. هم دلوقتي في القاع المظلم. فرح بيسيطر عليها حالة من اليأس الكامل لأول مرة في حياتها. بتقعد على الأرض وبتمسك كورة ذكرى أساسية لونها أصفر. الغريبة إنها بتعيط لأول مرة. فرح بتجرب شعور الحزن الحقيقي. بينج بونج بيحاول يشجعها بنفس طريقته القديمة، لكن ده مش بينفع. بيلاقوا عربية الصاروخ وبيحاولوا يطيروا علشان يخرجوا، لكن وزنهم تقيل. في المحاولة الثالثة وفي نص الطريق، بينج بونج بيبص على فرح وبابتسامة حزينة بينط من الصاروخ علشان يخفف الوزن. بيقول لها خديها للقمر علشاني، ممكن؟ فرح بتوصل لوحدها وهي بتشوف بينج بونج بيختفي ببطء وبيتحول لغبار. تضحيته هي استعارة مؤلمة وجميلة عن النضج وعن ضرورة التخلي عن أجزاء من طفولتنا علشان نكبر. فرح دلوقتي لوحدها وفي قمة يأسها بتمسك كرة الذكرى الأساسية اللي كانت بتحبها، ذكرى فوز رايلي في ماتش هوكي. كانت ذكرى صفرة بالكامل، لكن وهي بتعيط بتمسح دموعها من على الكورة وبتعمل ريوايند للذكرى دي. والأول مرة بتشوف بدايتها، بتشوف رايلي قاعدة لوحدها على الجليد، حزينة ومكسورة علشان فريقها خسر بسببها،
وفجأة بتشوف أهلها بيقربوا منها علشان يواسوها، وبعدين فريقها كلها بيجي حواليها ويحضنها. اللحظة اللي بدأت بالحزن هي اللي جمعت كل الناس دي حواليها. التعاطف والدعم اللي رايلي تلقته في لحظة حزنها هو اللي حول الموقف كله للحظة فرح واتصال إنساني حقيقي. وهنا فرح بتفهم كل حاجة، بتدرك الحقيقة الكاملة. الحزن هو السبب إن أهلها وأصحابها قربوا منها علشان يساعدوها. sadness. They came to help because of sadness. الإدراك ده بيغير كل حاجة. السعادة الحقيقية مش بتيجي من إنكار الحزن، دي ممكن تكون نابعة منه مباشرة. الحزن ما كانش عدو الفرح، ده كان البوابة اللي بتوصل لأعمق أنواع الفرح. فرح نفسها نضجت في اللحظة دي، بقت مستعدة إنها ترجع، مش علشان ترجع كل حاجة صفرة، لكن علشان تعمل الصح. فرح بترجع للمقر الرئيسي ومعاها حزن. بيلاقوا كارثة، لوحة التحكم بقت رمادية ومطفية. في العالم الخارجي رايلي بقت في حالة من التبلد واللامبالاة، مش حاسة بأي حاجة. فكرة الهروب اللي زرعها غضب هي اللي مسيطرة عليها. رايلي واقفة في الأتوبيس على وشك إنها تسيب أهلها وتبدأ رحلة مدمرة. فرح بتحاول توصل للوحة التحكم، وفي الأول بتفكر بالطريقة القديمة، لكنها بتبص على حزن. بتفهم إن الحل مش إنها تفرح، الحل إنها تحس. في لفتة بتعبر عن قيمة النضج، فرح بتمسك إيد حزن، بتاخدها عند لوحة التحكم، بتقول لها رايلي محتاجاكي. فرح بتتنحى جانبا، بتدي القيادة لحزن بإرادتها الكاملة. حزن بتقرب من لوحة التحكم، وبمجرد ما بتلمسها اللوحة بتنور باللون الأزرق. حزن بتشيل فكرة الهروب بسهولة، وبعدين بتخلي رايلي تحس بكل حاجة كانت بتكبتها، بالوحدة، بالخسارة، وبقد إيه هي بتفتقد بيتها القديم. في الأتوبيس ملامح وش رايلي بتتغير، التبلد بيختفي وبيحل محله حزن عميق وصافي. بتنزل من الأتوبيس وبترجع البيت. المشهد الأخير هو تتويج للرحلة كلها. رايلي بتدخل البيت وتلاقي أهلها قلقانين، بيسألوها إيه اللي حصل. رايلي القديمة كانت هتقول أنا كويسة، لكن رايلي الجديدة اللي الحزن بيقودها بتعمل أشجع حاجة ممكنة، بتعترف بحقيقتها. بتقول وهي بتعيط أنا عارفة إنكم عايزين أكون مبسوطة، بس أنا عايزة أرجع بيتنا في مينيسوتا. أنا بفتقد كل حاجة، أرجوكوا ما تزعلوش مني. أهلها مش بيزعقوا، هم بيشوفوا حزنها، بيتفهموا، بيقربوا منها ويحضنوها. وباباها بيقول إحنا كمان بنفتقد مينيسوتا. في اللحظة دي هم كمان بيشاركوا حزنهم معاها. في عقل رايلي بتحصل معجزة، بتتكون كورة ذاكرة أساسية جديدة، لكن المرة دي لونها مش أصفر بس ولا أزرق بس، لونها أزرق وذهبي في نفس الوقت، مزيج من الحزن والفرح، ذكرى حزينة وجميلة. الكرة دي بتوصل لمكانها وبتبني جزيرة العائلة من جديد، لكن بشكل أقوى وأكثر تعقيدا. بعدها بنشوف لوحة التحكم بتتطور، بتكبر، وبيبقى فيها أزرار وأدوات تحكم أكتر بكتير، بتسمح بمشاعر مركبة ومعقدة، مش مجرد لون واحد. دي هي الرسالة النهائية للفيلم. النضج العاطفي مش معناه إننا نتخلص من الحزن ونبقى سعداء طول الوقت. النضج هو القدرة على الإحساس بمشاعر متعددة في نفس الوقت. هو إننا نفهم إن الحياة مش أبيض وأسود، مش فرح أو حزن. الحياة مليانة باللون الأزرق الذهبي. إنك تفتقد شخص بتحبه هو شعور حزين، لكن دليل على عمق الحب اللي كان موجود، وده شيء جميل. الحزن هو لغة الروح اللي بتقول إن في شيء مهم اتفقد أو اتغير، وهو اللي بيفتح الباب للآخرين علشان يدخلوا ويقدموا الدعم. هو اللي بيبني الجسور بين قلوبنا، وهو اللي بيخلينا بشر. فيلم انسايد اوت بيقول لنا إن الإنسان الناضج مش هو اللي عمره ما بيحزن. الإنسان الناضج هو اللي بيعرف يدي لكل شعور مساحته، يفهم رسالته، ويسمح لمزيج الألوان ده إنه يرسم لوحة حياته المعقدة والجميلة. رحلة رايلي علمتنا إن أقوى لحظات التواصل بتيجي لما بنسمح لنفسنا نكون ضعاف وحقيقيين. علشان كده عايز أسألكم في التعليقات تحت، شاركوني بموقف في حياتكم سمحتوا فيه لنفسكم بالحزن، واكتشفتم إن اللحظة دي قربتكم أكتر من شخص، أو خلتكم تفهموا نفسكم بشكل أعمق. إيه هو أكبر درس فيلم انسايد أوت علمه لكم عن مشاعركم؟ ولو التحليل ده عجبكم وعايزين تشوفوا فيديوهات أكتر عن الرسائل الخفية في الأفلام، ممكن تشوفوا الفيديو بتاعنا عن فيلم كوكو وإزاي بيغير مفهومنا عن العيلة. ومن هنا بشكرك جدا يا عزيزي المشاهد على وقتك الغالي، وسلام.